في ظرف من ظروف تشديد، لكن ماذا يقول الواقع؟ 77% من الأحكام الابتدائية في القضايا المشار إليها جاءت بين 0 و6 أشهر حبسا نافذة. 15% من 25,000 حكم ابتدائي تراوحت ما بين 7 شهور و 12 شهر، 3% ما بين 12 و 18 شهر، و5% من الأحكام فقط 24 شهر. الحصيلة هنا 95% من الأحكام الابتدائية الخاصة بالاغتصاب ونهش وهتك عرض الآلاف الأطفال المغاربة لم تحترم الفصول 484 وحتى 488 من القانون الجنائي، و92 من المجرمين المغتصبين للحيوانات السفلة طبقت عليهم أحكام أقل من سنة. بعد جرائم اختلاس آلاف المليارات ديال المال العام لم يدخل بسببها أي كائن حي السجن، ها نحن نستعرض اليوم مشهدا آخر من مشاهد رخص لحم الإنسان المغربي، ما لم يكن مساندا ليس بحق ولا بمحامي، ولكن بمال أو سلطة أو قرابة دم. السنة اليتيمة نفسها التي لم ينالها 77% من الوحوش المغتصبة في دول أخرى تصل عقوبة فيها للإعدام، نالها قبل أيام وبكل سهولة ناشط مدافع عن حقوق مغتصبين من نوع آخر. أكثر من 4 ملايين شخص و775,000 أسرة، لا زال أكثرهم ينامون في العراء معرضين لأقصى الظروف كاللاجئين، بل هم أضل. نازحوا زلزال الحوز وأزيلال وضرعا، وعلى المقيمين داخلها مراعاة ظروف التهميش. الناشط سعيد أيت مهدي حكم بعام سجن نافذة إلى جانب 3 أشخاص آخرون حكم عليهم ب4 أشهر نافذة، لأنه في الواقع احتج على طريقة صرف 12,000 مليار سنتيم خصصتها القيادة السياسية لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، بينما لم تنفق منها الحكومة البطرونة وأصحاب الشكارة حتى متى من العام الأول من الكارثة سوى 370 مليار سنتيم، أقل من 4% من المبلغ المرصود. أما عن ذرائع الحكم على المدافع عن حقوق المهمشين فهي بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، إهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية. جرائم صراحة تذكرنا ببعض نقاط ضعف العدالة المغربية الكثيرة، والتي يمر عليها السيد الوزير العدل السي محمد مرور الكرام كلما اقترب من موضوع العدالة بإصلاحاته الفولكلورية، التكييف وسلطة القضاء التقديرية. التكييف يستطيع تحويل ملاسنة عادية بين مواطنين إلى اعتداء على موظف عمومي، أو تعبير بسيط عن رأي في مؤسسة إلى إهانتها، وسلطة تقديرية تسمح لقاض في واقعة ألف بالحكم بسنة موقوفة التنفيذ، وفي واقعة باء مماثلة بالحكم ب6 سنوات حبسا نافذة. أما المسوغات فكثيرة، مثل الحكم بما يرى القاضي مناسبا، ظروف التخفيف وتفريد العقاب وغيرهم. نقاط الضعف في عدالتنا وثغراتها الكثيرة لا ينعكسان فقط على استعمالها كأداة لتصفية الحسابات وتكريس مزيد من التهميش بين البشر في هذه البقعة السعيدة، بل يمتدان إلى ما هو خارجي، حيث تبنى صورة سوداء على بلد ل 12 قرن رغم ما ينفق من آلاف المليارات على مساحق التجميل. صورة قاتمة تقف حاجزا بيننا وبين استقبال استثمارات حقيقية تنعش الاقتصاد وتخلق مئات آلاف من فرص الشغل، وتخترق طبقية ماضية في التجذر، الفقراء نحو مزيد من البؤس والتماسيح نحو مزيد من التفتح الفاحش. تقرير الحرية الاقتصادية لمؤسسة إيريتاج فونديشن تماما كمعهد فريزر الكندي، وتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي يظهر تدهور فعاليات نظامنا القضائي من سيء لأسوأ، حتى من حيث مساهمته في ضمان حرية ممارسة الأعمال. انتقل من 41.9% عام 2017 ل 32.7% عام 2022، والأمور ماضية في التدهور، على عكس ما يصوره المستكبرون وسحارتهم المنتعشون بجرعات الشاي بالغازوال من أن حالة الشلل والانهيار التي يعيشها الوطن الجارح سببها العامة الغوغاء المتمردون.
فيها العمال المضربون والبائسون المطالبون بحقوقهم في الواقع والمواقع. يظهر جليا وبعين خارجية أن نواضع العصا في عجلة هذه البلاد هم رعاة الفساد، من تشريع الفضفاض للتطبيق العنصري والمحاسبة العمياء.